التردد مش معناه إنك مش عارف تختار. التردد أحيانًا بيكون معناه إنك شايف الصورة كاملة، شايف فين المكسب وفين الخسارة، شايف نفسك بعد ما بتاخد القرار وقبل ما بتاخد القرار، فبالتالي هنا أنت عارف إن أي اختيار فيهم هيكون له تمن، فبتقف في النص، لا عارف تاخد خطوة لقدام ولا حتى عارف ترجع خطوة لورا. دايمًا الناس اللي بتتردد هي الناس اللي بتفكر واللي بتحسبها، واللي صعب جدًا إنها تضحي بحاجة غالية بسهولة. مش الناس المهملة أو الناس اللي عندها لا مبالاة زي ما كتير جدًا مننا متخيل. التردد دايمًا بيستنزفك أكتر من القرار الغلط، وده لإن أنت بتعيش فيه الخسارتين مع بعض، خسارة راحة إنك تحسم أمرك، وخسارة فرصة إنك تجرب. فبالتالي هنا أنت بتعيش جوه دوامة التفكير، كل يوم نفس السؤال، نفس الخوف، نفس السيناريوهات اللي بتدور جوه عقلك من غير خطوة واحدة حقيقية على أرض الواقع. فبالتالي هنا بيتحول التردد من حالة مؤقتة لأسلوب حياة وتأجيل دايم، وتحس دايما إنك واقف في مكانك. الحقيقة اللي لازم كتير جدا مننا يعرفها إن مفيش قرار من غير خسارة، ومفيش اختيار بيكون آمن بنسبة 100%، ولكن في فرق كبير جدا ما بين خسارة بتيجي بعد تجربة وخسارة تانية بتيجي بعد عمر طويل جدا طال في الانتظار. علشان كده القرار اللي انت بتاخده ممكن ما يكونش هو أفضل حاجة، لكن على الأقل هو القرار اللي حركك من مكانك. فهنا الحركة حتى لو كانت غلط هي أرحم بكتير جدا من الثبات اللي بيفضل ياكل فيك ببطء. علشان كده التردد مش محتاج منك تفكير كتير، أكتر ما محتاج منك شجاعة، شجاعة في إن أنت تتحمل نتيجة اختيارك.